السلام عليكم. أنا أماني محمد. تعالوا نعمل الترند اللي قالب السوشيال ميديا، وهي كبسة إلهام. هتفتح اليوتيوب، الفيس، التيك توك، هتلاقي المعظم بيقولك كبسة إلهام. ما تيجوا نشوف مين هي إلهام وإيه موضوع الكبسة بتاعتها ده، وهل فعلا كبسة إلهام تستحق التجربة ولا لأ. بس في البداية اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف الطريقة بالتفصيل مع بعض. بس في البداية أنا حابة أعتذر لكم، معلش يعني أنا أسفة، أنا عندي دور برد وزكام فصوتي هيكون متغير شوية. كبسة إلهام ممكن تعمليها باللحمة أو بالفراخ زي ما يعجبك، ولكن لو هتعملي كبسة إلهام بالفراخ يبقى لازم نشيل جلد الفراخ في البداية. الفرخة بتاعتي طبعا مغسولة ومنقوعة ومشطوفة كويس جدا تحت الحنفية. هقسم الفرخة بتاعتي لأربع أجزاء بالشكل ده، وممكن كمان تعمليها بالصدور بس أو بالأوراك بس، وده بيكون حسب الرغبة. بيقولك بقى يا ستي، على حسب ما جمعت معلومات، إن إلهام دي فتاة سعودية وعملت الكبسة دي، ولما لقيتها عجبت الناس كلها فقررت إن هي تفتح مطعم وتقدم فيه كبسة إلهام. وبيقال إن المطعم بتاعها ده اشتهر جدا وأصبح مدخل رزق لها، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لها. والكلام ده انا سمعاه في فيديو على اليوتيوب، يعني انا زيكم معرفش مصدر صحة المعلومات دي، بس اللي سمعته قلته لكم، والله اعلى واعلم. ونرجع لكبسة الهام. احنا خلاص اتخلصنا من الجلد كله بالشكل ده، ويلا بينا على البوتاجاز. معايا حلة نزلت فيها بشوية من الزيت وقطعة من الزبدة ومعلقة سمنة بلدي، ومعايا بقى 3-4 بصلات بالشكل ده، هقطعهم مكعبات وممكن تقطعيهم جوانح مش هتفرق، بس انا استسهلت وقطعتهم مكعبات. انا طبعا قبل ما اشغل النار على الحلة اخدت الفراخ بتاعتي وشطفتها تاني تحت الحنفية شطفة حلوة كده ومحترمة بعد ما اتخلصت من الجلد بتاعها. وهنا هوريلك الشعلة بتاعتي، انا عايزة النار تكون عالية. وقلبي بقى يا ست الكل لحد البصل ما يحمر معانا وياخد اللون الحلو ده. انزل عليه بالبهارات الحصى بتاعتي، 4 فصوص من الحبهان وعود من القرفة و3 ليمونات مجففين و5 حبات من القرنفل، ومعاهم كمان ورق لوري و5 حبات من الكوبيبة الصيني. وهشوح البهارات الحصى دي مع البصل بتاعنا، وهنزل كمان ب3 فصوص من التوم بقطعهم ناعم بالشكل ده. وقلبي بقى التوم الفريش والبهارات الحصى اللي ضفناها، وشم الريحة وجمالها الله عليها. بعد ما تشم الريحة الحلوة انزلي بالفراخ بتاعتك واديلها صدمة بقى كده محترمة، عايزاها تاخد صدمة من الناحيتين، من فوق ومن تحت. وبعد ما الفراخ تاخد صدمة حلوة معانا من الناحيتين، هضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون ومعلقة كبيرة مليانة من بهارات الكبسة، ودي بتجيبيها من عند العطار. ونزلت كمان على البهارات بكيسين صغيرين من صلصة الطماطم، يعني مقدار معلقتين كبار مليانين من صلصة الطماطم. بعد كده هنزل على الفراخ بتاعتنا بالمية السخنة، دي مية سخنة انا كنت مسخناها في حلة تانية على البوتاجاز. عايزة اقولك والله انا طول ما بعمل الطبخة دي واولادي رايحين جايين عليا في المطبخ يقولوا لي يا ماما الله على الريحة اللي طالعة يا ماما، الريحة حلوة قوي. والريحة فعلا كانت تحفة بجد. ما علينا. بعد كده هنزل بمعلقة من الملح، وهنزل كمان بقرن من الفلفل الحار، ممكن تضيف 2 أو 3 على حسب ما انت عايزاها مشطشطة. ولما الفراخ بتاعتنا تستوي نزلت بالرز البسمتي، نزلت ب6 كوبايات من الرز البسمتي الهندي، وعايرته بمج الشاي العادي بتاعنا. بعد كده هندوق الملح بتاعنا، لقيتها محتاجة شوية فضفت لها شوية ملح كده صغيرين. وهنتابع الحلة بتاعتنا، وبعد كده هنكشفها، ولما الرز يتشرب كل المية الموجودة فيه هنديله تقليبة كده حلوة ونهدي عليه النار، ما بيقعدش كتير على النار وبيستوي ما شاء الله بسرعة. وادي كبسة إلهام، بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم الوصفة بجد تحفة. الوصفة من مميزاتها انها سهلة جدا وبسيطة جدا وسريعة جدا كمان، وهتعمليها في حلة واحدة. وزي ما احنا عارفين الوصفة دي اصلا قديمة وموجودة من زمان، انا مش عارفة ايه سر تسميتها الايام دي بكبسة إلهام، بس عموما الوصفة حلوة جدا وتستحق التجربة. عجبت الاولاد عندي جدا جدا. الوصفة بتتقدم وجنبها سلطة زبادي وسلطة دقوس، انا قدمتها مع سلطة زبادي وسلطة عادية، وجبت بقى شوية من المخلل الزيتون اللي انا عاملاه التحفة الرائع اللي انتوا شايفينه معايا ده. الفراخ دايبة دوبان ما شاء الله. ما تنسوش بقى تدعوا المرضانا جميعا بالشفاء ولموتانا جميعا بالرحمة،
وما تنسوش لايك للفيديو، والسلام عليكم.